يوم القيامة قريب جدا، أقرب مما تتصور. في أكثر من موضع في القرآن ربنا أثبت هذا الإشي. ربنا في سورة الكهف وصفهم إنهم كانوا في حالة رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ليش ربنا يعني إيش معنى هاي الكلمة اللي استخدمها؟ لأنها تكررت في القرآن عشان يوضح لك إنه الرقود الفترة الزمنية فيه مختلفة تماما عن إدراكك الحسي اللي أنت بتحسه في هاي الدنيا. قال لك ومكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قعدوا 300 سنة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ولما صاروا يحكوا مع بعض قالوا كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ال 300 سنة مر عليه يوم أو بعض يوم بإحساسه، هم 300 سنة فعليين لكن هو حسهم يوم أو بعض يوم لأنه كان في حالة رقود. شوف في سورة ياسين شو بيحكي ربنا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. رجع استخدم نفس الكلمة من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. رجع وصف إنه يوم القيامة لما تبعث راح تكون أنت في حالة رقود. في سورة الإسراء لما حكوا للرسول متى يوم القيامة مش عاجبهم، زي ما في كثير ناس الأيام هاي لما تتحدث عن يوم القيامة بيقول لك أوه متى يوم القيامة، لسه مطول. سبحان الله، القرآن حكى عن كل إشي. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. شوف شو بيحكي بعديها: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. يعني بيحكي لك متى يوم القيامة هذا. شوف رد رائع من ربنا: قل عسى أن يكون قريبا. شوف الجملة قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هاي ثالث مرة بحاول يفهمك إنه قريب جدا. في سورة النازعات، في سورة النازعات لما في آخر السورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، والآية آخر شو بيحكي: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في كل مرة ربنا بيحاول يثبت، مش بيحاول، هو موجود بفرجيك إنه يوم القيامة قريب جدا. عارفين ليش؟ عارفين إيش اللغز البسيط، المعادلة البسيطة اللي أنت لازم تستوعبها؟ يوم القيامة مربوط بمماتك بس، عشان هيك هو قريب جدا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، صح؟ في أول السورة هاي لازم تعرف إنه يوم القيامة قريب 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 جدا، لأنك متى ما متت هذا هو يوم القيامة. حتفوت في حالة رقود، بعدين حتصحى ثاني يوم تحكي ايش في يا جماعة، يقول لك يلا اجى يوم القيامة. ما احنا قلنا لك في القرآن، قلنا لك انك انت حتفوت في حالة الرقود وتصحى، وهي من رحمة ربنا. هاي من رحمة ربنا عشان تفهم انه يوم القيامة قريب جدا وتتقي الله. وقد يكون بكرة او بعده او بعده، لانه ما بتعرف حالك متى راح تموت. هو بحد ذاته كيوم له يوم معلوم، صح؟ ربنا لما الشيطان اتحدى ربنا قال له حمهلك لليوم المعلوم. هو كفترة زمنية له يوم محدد، لكن إلك أنت كشخص هو مربوط بمماتك، لأنك متى ما متت انتهى موضوعك، انقطعت عن هاي الدنيا، حتفوت في حالة رقود يوم القيامة. وكل آتينا يوم القيامة فردا. فدير بالك، اوعى تحسب انه لسه معك وقت كتير. باب التوبة صح مفتوح، وانك تكون انسان منيح برضه مفتوح، لكن لا، ما في ضمانات، لانك انت ما في ضمان لحياتك، ممكن في اي لحظة تروح فيها. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم 50,000 سنة مما تعدون عند ربنا. يعني انت قديش ضايل في حياتك؟ 30 40 50 سنة، ولك ولا شيء هدول في عمر الارض. حتى في نفس هاي السورة سبحان الله: فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. شايف؟ بيقول لك احنا الناس اللي مأمنين شايفينه يوم قريب، لكن هم شايفينه بعيد، لانه عارفين وفاهمين ايش يعني يوم القيامة. هاي رسالة لكل واحد محسب انه الدنيا ماشي بذكائه وقاعد بظلم وبفتري على خلق ربنا. حسابك اصبح قريب، اتق الله، لانه الوضع تبعك هذا ما راح يطول. ومهما كنت ظالم، مهما علو شأنك في هاي الدنيا، يومك اصبح قريب. ما بدي اطول، راح اختم بجملة حكيتها على الفيسبوك قبل فترة: حياتك كلها حلم، الاستيقاظ الحقيقي لحظة مماتك. حيكون اجمل استيقاظ لمن اتقى الله، وحيكون اصعب واسوأ استيقاظ لمن عاث في الارض فسادا.